السلام عليكم هواة ومربين. الأزرق العراقي، تاريخ اليوم 17/1/2026. وردنا سؤال قبل أيام من قبل الأخوة المربين من على منصة التيك توك، وكان سؤال منطقي واقعا. مفاد هذا السؤال أنه هناك نمط من الطيور، لماذا تفز ثم تبرد ثم تعيد الكرة مرة أخرى وتحرر؟ يعني عكس بعض الطيور، أنه شوفوا هو فز هو حرر. يقول ليش هاي الاستثناءات أو هذه التفاوتات بالطير، أنه يفز ويبرد وبعدها يرجع يحرر؟ فكانت الإجابة على عجالة من على منصة التيك توك أثناء اللايف، لكن لم تكن بشكل أعمق وأدق. فارتئينا من خلال هذا الفيديو أن نوضح مفاد هذا السؤال، وتكون الإجابة عليه على 3 محاور قسمناها، وراح نبينها إن شاء الله من خلال هذا الفيديو. المحور الأول، وهذا أهم ما يعني زبدة الحديث وأهم ما موجود بالإجابة عن السؤال. المحور الأول، طبعا هذه الظاهرة معروفة عند الأخوة المربين بتذبذب الحدية، ما تسمى اليوم بالفزة والتحرير على شكل دفعتين. هي تخص مراحل انتقال الطير، لكن اختارينا هاي الجزئيتين الفزة والتحرير لأنه تخص أو مربوطة بالسؤال، ولكن لها أكثر من سبب متداخل. من جملة هذه الأسباب التكوين الوراثي، يعني العامل الوراثي أو التكوين الجيني أو التكوين الوراثي جدا مهم فيما يخص هذه الحالة اللي تم طرحها قبل قليل، اللي متعلقة بالفزة والتحرير. التكوين الوراثي قلنا لأن بعض الطيور، أرجو الالتفات إلى هذا التعريف، لأن بعض الطيور تكون مخلوطة الصفات. هسه قد يسأل سائل ما معنى مخلوطة الصفات؟ حتى ما تكون ضبابية بالموضوع وبالإجابة، لأن بعض الطيور تكون مخلوطة الصفات قسمناها إلى فرع أليف وفرع باء. فرع أليف صفة حدية قوية مثل الطلعة والتايم. أحيانا أكو طيور من تبدي، يعني بعد البدية راح تكون عملية استئصال الذيل، وبعدها تصفية اللعب، وبعدها تكون الفزة. هاي يعني فرقها أيام بسيطة، ما تتجاوز أحيانا 10 إلى 15 يوم. فأثناء الفزة تلاحظ مرات طير يسوي طلعة قوية ويبات ما يسيطر عليه بالفزة مالته. فهاي فرع أليف يقول صفة حدية قوية مثل الطلعة والتايم. فرع باء مصحوب بهاي الصفة أو مرافق لهاي الصفة. الصفة الثانية صفة هادئة أو برود مثل الدقة والموالف. يعني شوف طير أنت يسوي طلعة قوية ويسوي تايم قوي بس بيموالف وبيه برود. فهذا معنى مخلوط الصفات، يعني مثل اللونين، اللون الأبيض واللون الأسود ما مفروزات، فمطبوقات سوى مازجيهن سوى، طالع لون مثلا ما أعرف لون سمائي يطلع الأبيض والأسود، أو ما أعرف يا لون يطلع. فمتى ما مزجت هذه الصفات تكون صفات مخلوطة، فتشوف أكو تخبط بالطير. شوفها طلعة قوية تايم قوي لكن بيدقة وبيموالف، ما صافي عدل. واضح المعنى إن شاء الله؟ نتائج هذه الصفات نتائج هذا التفاوت بالصفات تظهر الفزة عند الطير. يعني هنا من راح يفز راح تظهر هذه الصفات، لأن هو الطير يطير بصفاته. والسبب في ذلك تعليل لهذا الموضوع، والسبب في ذلك حصول الحدية على المناخ المناسب الذي مكنها من الإظهار المفاجئ، أي بعد البتر، بعد ما صف اللعب. ثم تأتي الصفة الباردة، البرود، تكبح الطير فيتراجع، ومع توازن الصفات يحرر مرة ثانية لكن بشكل أذكى. زبدة هذا الحديث، أحيانا أكو طيور بالفزة شوف ما ضام راسه، جنحه ما مفتوح للأخير، بسرعة بالجنح، تارة يطير عالي تارة يطير ناصي، يعني بعدها لون الوسط مثلا المطيارة، طير ما مستقر نسميه متلايش. هاي بالفزة تشوفه، لكن من يبرد ويرجع يحرر لا، راح تشوفه يختلف اختلاف جذري، من ناحية الجنح مفتوح للأخير، من ناحية ضمة الراس، الطلعة المتوازنة، المنزال يعني يضبطه أفضل مما، لأنه مرات طيور بالفزة تتوقع، لكن بالمن يحرر لا يثبت منزال،
يشتغل صح. ليش؟ لأنه هو منحرر بعد عبر مرحلة الفزة ومرحلة الخوف، وبدأ يتقرب من الياباس أو أيام الياباس، وبدأ يتقرب من مراحل الجلوس والياباس، وتظهر مهاراته أدق وبشكل أذكى مما كان عليه أيام الفزة. فهذا المحور الأول اللي يخص الفزة والتحليل. ننتقل للمحور الثاني. المحور الثاني إخوانا النضوج العمري والهرموني. عامل الهرمون جدا مهم في هذا المجال. كثير من الطيور تفز بقوة هائلة، لكن سرعان ما تدخل بمرحلة الشد العضلي ما يسمى اليوم بالتشنج. خلينا نتوقف عند هذه النقطة وبعدين نكمل. شوف مرات اكو طيور ما تتحمل، لكن الحدية المفرطة هي اللي أوجبتها أن تظهر بهذا المظهر. هو لو كان بمحض إرادته ما يطير أيام الفزة، هو ابتر بعده مثلا خطية، حتى يعني عظمه ما كامل، وضعه ما متهيئ صح. مرات اكو يعني الأخوة المربين الطير ما مساوي عواشره يبدي يخرجه، خصوصا بديته سريعة خلاه يترس باللعب. بترى جته فزة قوية طالة فد 8-9 ساعات، نزل منهك، نزل ما يتحرك، يعني لأن هو البنية الجسمانية مالته ما متهيئة لهذه الأجواء صراحة. فسرعان ما شوف عند الشد العضلي يكون ويسمى اليوم التشنج أو الارتباك العصبي والتوتر، وهذا جدا مهم بالطير يعني الفاز. شوفه قلق يعني يتخبط، وهذه دلالة على الحدية التي طالما تكون بنسب عالية. يعني من تظهر الحدية نتيجة اللعب الزائد مثلا واستئصال الذيل خلاه يترس باللعب، وهو الطير أساسا به حدية يعني مكتسبها من الأبوين، فراح تكون النتائج بهالشكل هذا. وبعد ما خاض هذا الفعل حصل برود نسبي ثم حرر مرة أخرى. يعني من بعد هذه الشوشرة العالية، الفزة والتايم القوي والتشن كذا، أحيانا هم يسطح ببرود ويرجع يحرر مرة ثانية. هذا المحور الثاني. المحور الثالث واللي هو ختام هذا الطرح، العامل النفسي والخوف. تمر أو نمط من الطيور تفز فزة مفرطة أحيانا حتى ينتهي بها الأمر إلى المبيت، لأنها متحمسة إلى ذلك نتيجة العامل النفسي. لذلك ظهرت الصفات الحادة بهذا الشكل. وأن تجاوزت هذه المرحلة واتقن أمان اللعب. يعني شنو اتقن أمان اللعب؟ مرات الطيور يشوفها بالفزة مالتها ما تطلع، تبقى محاصرة بالمنطقة لأنه ما مأمنة، خايفة. يعني شلون الطفل مثلا تخليه توديه المسافة بعيدة يشتري من أسواق أو كذا، ما يندل المكان أو مدرسته إلا مرة 2-3، أو ينتقل إلى مرحلة ثانية. يعني صف أول ابتدائي ما يندل، من يصير صف ثالث ابتدائي أو رابع راح يندل، يروح ويرجع وحده للمدرسة عكس ما كان عليه. فأحيانا مرات بالفزة الطيور ما تأمن، ما تطلع، تبقى محاصرة بالمنطقة تخاف. لكن متى ما أتقن أمان اللعب، يعني أمان اللعب بمعنى تساوى لديه الحديتان الطباع واللعب، من تساوى حدية الطباع وحدية اللعب ويشعر بالأمان، يباشر صح بعد بالفزة مالته إلى أن يبرد وأيضا يحرر. فملخص هذا الموضوع وملخص هذه الإجابة على سؤال الأخ إنه السبب بين ليش الطيور تفز وتبرد وترجع تحرر، فإن شاء الله وضحناها باختصار حتى ما نطيل المقام عليكم، وإن شاء الله تكونوا استفادتوا من هذه الإجابة. وتحياتنا لكم أخواننا الأعزاء، حياكم الله.